هنعمل ايه مع بعض النهارده يا حبايبي؟ هنعمل رز بسمتي بطريقه سهله جدا وبسيطه. بصوا لون الرز البسمتي، بصوا فلفله الرز يا حبايبي، بصوا 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 الجمال. احلى رز بسمتي بمكون اول مره تعرفيه، لو حابه تعرف بمكونات بسيطه جدا وسهله ومش مكلف. بصوا الجمال، بصوا. تعالي شوفي الفيديو معايا وشوف انا عملت الرز البسمتي دون ازاي، طريقه سهله جدا وبسيطه. يلا نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي ونبدا ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مطبخ الاسراء. النهارده هنعمل الرز البسمتي الكداب. هنعمل الرز البسمتي الكداب ازاي؟ الرز البسمتي غالي دلوقتي ب50 ب55. طب احنا نفسنا نعمل رز بسمتي، يلا اوريكم طريقه رز البسمتي من ايه؟ من لسان عصفور. يلا نروح على البوتاجاز هنشوف هنعمل ايه مع بعض. بس هقول لكم الاول على المكونات بتاعتنا. انا عندي فلفل الوان احمر واخضر واصفر وفلفل حراق، وعندي فصين توم مهروسين، وعندي بصلايه طرنشات كده، وعندي كيس لسان عصفور، وعندي البهارات بتاعتي ملح، فلفل اسمر، بصل بودر، توم بودر، مرقه دجاج، كزبره، كاري وكركم وبهارات فراخ ومرقه دجاج. تمام كده. وعندي ورق لوري، وعندي ليمون، وعندي حبهان، بهارات الشوربه يعني بهارات الكبسه. تمام كده. يلا نروح على البوتاجاز بقى عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا يا حبايبي، انا عندي الحله بتاعتي فيها معلقه زبده على معلقه زيت، او معلقه سمنه على معلقه زيت عشان يبقى معايا الطعم كويس. وعندي لسان عصفور بتاعي هنزل بيه كده عشان اديله لون يصفر بس معايا يا حبايبي، عشان خاطر يبقى لون الرز البسمتي. ده بديل الرز البسمتي بيعملوه في الافراح، وانا حبيت اعمله معاكم عشان مثلا لو نفسك في الرز البسمتي تعمليه بالطريقه دي. يا رب طريقتي تعجبكم وجربوه. ما تنسونيش في اللايك والشير والكلمه الحلوه اللي انا بستناها. طبعا انا هحمر لسان عصفور بس مش هخليه ياخد لون معايا، يا دوبك يصفر كده ويشرب السمنه والزيت بتوعي، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. تمام كده. هنقضي فيه عشان كله يبقى لون واحد، ما يبقاش حبايه وحبايه. تمام كده. بصوا يا حبايبي، بصوا لسان عصفور، بصوا خد لون اصفر بس معايا، ما حمرتوش عشان لو حمرته هيبقى كده ايه، لسان عصفور، مش هيبقى رز بسمتي. عندي فصين الثوم هنزل بيهم كده وهقلب كده عشان ياخدوا نفس في الثوم. وعندي البصلايه بتاعتي برضو هنزل بيها كده. تمام كده. بصوا طبعا البصلايه انا عملتها طرنشات، لو انت حابه تعمليها رفيع مفيش اي مشاكل. تمام كده. عندي الفلفل الالوان هنزل بيه برضو اديله تشويحه كده مع الرز. ما اقولكوش الريحه تحفه ان شاء الله. تجربوا طريقتي وتعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والكلمه الحلوه اللي انا بستناها منكم. البصلايه انا كنت قايله لبنتي خراطيها طرنشات بس رفيعه، بس ما شاء الله يعني هي ايه سابتها طرنشات زمان. بصوا احط البهارات بتاعتي ملح، مرقه دجاج، فلفل، بصل بودر، توم بودر، كزبره، بهارات كبسه وكركم. تمام كده يا حبايبي. وادي تقليبه كده وهنزل بورقتين لوري. تمام كده. وبهارات شوربه اللي هي حبهان وقرفه. بصوا كده. وهقلب التقليبه بتاعتي كده وهنزل بالميه بتاعتي بقى علشان خاطر ايه يستوي معايا. هنزل بالميه بتاعتي بقى، لو انت حابه تحطي شوربه مفيش اي مشاكل. تمام كده اهو. كل اللي بيتحط يا حبايبي على الكبسه او الرز البسمتي بتحطيه على اللسان عصفور. تمام كده. انا هزود ميه لان هو هيشرب ميه، انا مش هخليه شوربه، انا هخليه زي الرز البسمتي بالظبط. بصوا كده. واسيبه يستوي بقى. طبعا وانا بحمره كنت بحمره على نار هاديه علشان خاطر ما ياخدش لون معايا. تمام كده. هغطي عليه بقى ويستوي، وما يستوي نشوف هيبقى شكله ازاي. وده يا حبايبي الرز البسمتي بتاعنا. بصوا جماله، بصوا بصوا الفلفله الرز يا حبايبي، بصوا بصوا. طبعا انا غرفاه ساخن. بصوا بصوا جمال الرز البسمتي. احلى رز بسمتي من كيس لسان عصفور. يا رب طريقتي تعجبكم وجربوها. ما تنسونيش في اللايك والشير والكلمه الحلوه اللي بستناها منكم يا احلى اخوات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.